كتعرف شي ناس اللي ملي كتشوفهم كتفرح لوجودهم، كتبغي غير تبقى تدوي معاهم، وملي ما كتشوفهمش كتقلب عليهم، سواء ملي كتمشي للجامعه، ملي كتمشي تقضي اغراض في ادارات، اولا في الخدمه ديالك، اولا في اليونيفرسيتي ديالك، اولا حتى في المدرسه ديالك، وكتبقى تقول ما عرفت علاش كنحس براسي مرتاح مع هذاك الانسان، كنبغي غير نبقى ندوي معاه، كنبغي غير نشوفو هو كيدوي مع الناس الاخرين، كنبغي غير نتبعو، غير نراقب كيفاش هو كيتعامل. تقدر بعض المرات تقول مع راسك كون غير كنت انا بحال هكذاك، شنو نقدر ندير باش انني انا نكون بحال هكذاك؟ علاش انا ما عنديش هذيك الشخصيه ديال الانسان وهذيك الكاريزما ديالو؟ هذه هي الكاريزما اللي كلشي كيدوي عليها، اللي كتخليك الانسان كتنجذب ليه، اولا الناس كينجذبوا ليك الا انت عندك كاريزما قويه. فاذا انت بغيتي تكون كاريزماتيك وبغيتي الناس حتى هما يحسوا براسهم مرتاحين معاك ملي يكونوا يدويو معاك، ملي يسمعوا ليك، ملي يشوفوك يبغيو يشوفوك، هما يقلبوا عليك باش يحسوا براسهم مرتاحين، خاصك تفهم شنو هي اتر كاريزماتيك، وخاصك تشوف شنو هي الاشياء اللي انت كدير في حياتك اللي ما كيخليوكش تكون كاريزماتيك، اللي كيضروا الكاريزما ديالك. things that hurt your charisma. انت الا كنتي كاريزماتيك شنو كيوقع لك؟ كيف ما عطيت امثله في الاول، الناس اللي دايرين بك كيبغوا يشوفوك، كيبغوا يدويو معاك، كيبغوا غير يبقاو يسمعوا لك، اي حاجه قلتيها كياخذوها على محمل الجد، كيتيقوك، كياخذوا بكلامك، ما كيطرحوش اسئله على المصداقيه ديال داكشي اللي كتقول. ولكن الا انت ماشي كاريزماتيك، او لا انت كتحاول ولكن ما كتوصلش ليها، شنو كيوقع لك؟ الناس كيوليو ملي كيسمعوك كدوي ما كيعطيوش قيمه للكلام ديالك، ما كيتيقوش في الكلام ديالك، ما كيعطيوش واحد الاهميه اللي كتستاهل، وانت كتقول علاش انا ظريف، انا كنعاون الناس، انا باغي الخير غير الناس، انا كنحاول نعاونهم، انا غنيه مع الناس، انا ما كنكذبش عليهم، انا غير كنقول لهم داكشي اللي كاين وما كنحاولش نضرهم. علاش انا ما كيتعاملوا معايا بحال هكذا؟ علاش انايا ما كيتيقونيش؟ علاش انايا كيديروا فيا هكذاك؟ علاش انا كيضحكوا عليا؟ علاش انايا كيستغلوني؟ علاش؟ انا نشرح لك علاش. المشكل ماشي فيهم هما، المشكل فيك انت. خاصك تفهم انه الناس اللي دايرين بك كيتعاملوا معاك على حساب انت كيفاش كتعامل معاهم، كتعامل مع راسك، على حساب انت شنو خليتيهم يحسوا، على حساب انت شنو قربتي ليهم، على حساب انت شنو بينتي ليهم. لا انت بينتي ليهم باللي انت تايق في راسك، باللي انت داكشي اللي كتقول عارف شنو كتقول، ولا كنتي انت بوزي، الناس كيثقوا في اي كلمه كتقولها، الناس ما كيتسالوش واش داكشي اللي انت اللي قلتي صحيح او لا. الناس كيحسوا براسهم مرتاحين معاك وكيبغيو يدويو معاك وكيقلبوا عليك وكيحاولوا يجبدوا مواضيع معاك غير باش تقدر تفيدهم وباش يقدروا يحسوا بهذاك الاحساس الزوين ملي هما كيكونوا يدويو معاك. الناس ملي كيفوتوك ما كيقدروش ينساوك، اي واحد كاريزماتيك ما كتقدرش تنساه، وكيجيوك لحظات في حياتك انت كتفكروا فيها. الا انت بغيتي تكون بحال هكذا خاصك غير تفهم بعدا اول حاجه شنو هاد الشيء اللي غادي تجيب لك هاد الكاريزما، وشنو اللي كيجيب لك لو فات كو انت ما عندكش الكاريزما، وان الناس ما كيشوفوكش كاريزماتيك. وعاد ملي كتفهم هادشي كامل كتبدا تحاول تلقى الاخطاء اللي انت كدير اللي كيخليو الناس ما كيشوفوكش كاريزماتيك وكيتعاملوا معاك بهذيك الطريقه اللي انت ما كتفهمش علاش هما كيتعاملوا معاك بها. كاين بزاف الحوايج اللي كنديروا في حياتنا اللي كيأثروا لنا على الكاريزما ديالنا. انا اليوم في هذا الفيديو غادي ندوي على 3 ديال الاخطاء اللي الانسان كيديرهم في حياته اللي كيخليو ان الكاريزما ديالو كطيح وان الناس كيبداو يتعاملوا معاه بواحد الطريقه اللي هو كتضرهم. اول حاجه اللي مهمه بزاف اللي اغلب الناس كيديروها، انت ملي كتكون تدوي مع الناس يا اما الناس اللي كتعرفهم او الناس اللي ما كتعرفهمش اللي يلاه تعرفت عليهم، حيت انت ظريف، حيت انت كتبغي تكون سيرفيابل، حيت انت كتبغي تبين للناس انك انت انسان اللي مزيان، شنو كدير؟ كتبدا كتعاود لهم كل شيء عليك. كتبغي تعرفهم عليك انت شكون انت وانهم يقدروا يثقوا فيك وانهم يرتاحوا معاك، ولكن هادشي راه ماشي كيعاونك، هادشي راه كيضرك. علاش؟ لانه انت في هذيك اللحظه ملي كتبدا تعاود لهم هذاك الشيء كامل كتولي ان اوبن بوك، اللي بغى يقدر يقراه وانت كتعاود لهم كلشي، كيفاه هما ما كيبقاوش يحسوا بك انت ميستيريو، ما كيبقاش عندهم واحد لا كيوريوزيتي انهم يجيو يعرفوك وكيوليو كيعرفوك انت من توت لي فاس ديالك. الوغ هما هذيك الساعه الناس ملي كيوليو ملي انت كدوي معاهم كتعاود لهم كلشي، هما كيبداو يحسوا انهم عندهم واحد لو كونترول عليك انت، على الشخصيه ديالك، على شكون انت، على الحوايج اللي انت عشتيهم كتعيشهم، الحوايج اللي انت باغي دير في حياتك. كيوليو يحسوا باللي ils peuvent contrôler ta vie ou la te contrôler comme ils le veulent، حيت كيعرفوا les points faibles ديالك، كيعرفوا les points forts ديالك، الحاجه اللي يتجنبوها معاك والحاجه اللي يقدروا يستغلوها. فانت شنو خاصك دير؟
خاصك تقلل الكلام، خاصك ما تبقاش اللي كان تعاودوا للناس، ما تخليهمش يحسوا باللي هما عارفين عليك كل شيء. ما تحتاج تعاود كل شيء للناس باش انهم يعرفوك، لانه الكلمات بوحدها ما كتبينش كل شيء، الافعال اللي كتبين، الافعال اللي كتخلي الناس يتعرفوا عليك اكثر. فانت جلس مع راسك وفكر شنو هي الطريقه اللي نقدر نعرف بها على راسي بلا ما نقوي الهضره، باش انت نهار غادي تلاقى بشي واحد جديد اللي غادي تعرف عليه وغادي تبغي تعاود ليه على راسك، غادي تعاودها ليه، هو غادي تكفاه وما غاديش تكفاه، غادي تكفاه يعرف واحد النبذه عليك، ولكن ما غاديش تكفاه وغادي تخليه باغي يعرفك اكثر. كيف غادي يبداو يجيو الاسئله من عنده، غيبدا يجي الانتيغي من عنده، غادي يبدا يحاول يتعرف عليك، غادي يبدا يحاول انه يقرب منك اكثر. علاش؟ حيت ما كيعرفكش، والعقل ديالنا كيبغي لو ميستيريو، كنبغيو كنقلبوا على لو ميستيريو، كنبغيو نفهموا الانسان اللي كيجينا ميستيريو، كنوليو نحترموه حيت حنا ما كنعرفوش كاع الخبايا ديالو، ما كنعرفوش الحدود ديالو كلها، وما كنعرفوش لي بوين فابل ديالو كامله باش اننا نقدروا نتحكموا فيها. الانسان كيولي يحترمك، كيولي عنده انتيغي انه يتعرف عليك اكثر. ما تجيش وتفتح راسك وتبدا تعاود اللي كاين واللي ما كاينش، ما تجيش وتبدا تعاود لي ديتاي ولي سيكري ديال حياتك للناس، ما كيهمش شكون. بدا من العائله ديالك وسير للصحاب ديالك واللي بارتنير ديال الخدمه ديالك والناس الجداد اللي يلاه كتعرف عليهم. اي واحد كيف ما كان ما كيستاهلش انه انت تجي تحلي راسك ككتاب اللي هو في خلال دقائق غادي يقدر يقراه ويبدا يتحكم فيه، يبدا يدير به ما بغى. لان الانسان ملي كيعرفك انت ظريف ونيه وباغي تعاون الناس وما كتقدرش تقول لا، كيولي يستغل هاد الحوايج. وهذا الشيء كيجيبنا لثاني خطا اللي كنديروه وسيغمون كديروه حتى انت، واللي كيخليك انت ما عندكش واحد الكاريزما مع الناس، هو انه انت في حياتك ملي كيجيو عندك الناس وكيبغوك تعاونهم في شي حاجه، كيطلبوك عافاك هذه من هنا، عافاك تقدر تعطيني هذه، تقدر تعاونني في هذه، اجي معايا لهنا، وقف معايا في هذا الغرض. ما كتبنيش الحدود ديالك مع الناس، ما كتقولش ليهم لا، خصوصا في الحوايج اللي ممكن يضروك. الحاجه الى تنفعك، الحاجه الى قادر ديرها وما غاديش تجيب لك الضر والسوء، ماشي مشكل ديرها. ولكن كاين بعض المرات حوايج اللي ما صالحينش ليك، اللي انت الا درتيهم غادي يضروك انت. الا طلبك شي واحد على الحاجه ديالك اللي انت محتاجها، اللي انت ضربتي عليها تماره، جمعتي الفلوس وما نعستيش الليالي وتعبتي وبكيتي باش تجيبها، وهو غادي يجي يخسر عليك، حق اعطيها لي راني محتاج وانا عرفتي وانا هادي وانا هادي، يبدا يتبكى عليك وتعطيها ليه، وفي الاخير ما غاديش يحترمها، ما غاديش يعطيها القيمه اللي انت عاطيها وكتسناه يعطيها، وغادي يخسرها وما غاديش يتسوق هذيك الساعه. يقول لك عاد بغيتي نجيب لك وحده، وبيان سور حيت انت ظريف وهو عارفك انك تقول ليه لا، كيزعم انه يقولها لك. علاش انت اللي غادي تعطي الحاجه ديالك اللي تعبتي عليها للناس الاخرين اللي ما غاديش يعطيوها القيمه اللي انت كتعطيها؟ ولكن المشكل راه ماشي ما كيعطيهاش هذيك القيمه حيت هو ما مسوقش، راه ما كيعطيهاش قيمه حيت انت ما عاطيهاش هذيك القيمه، انت ما بينتيش ليه القيمه ديالها. الا انت سولتيه وعرفتيه باللي هذه الحاجه اللي باغي يدير بها ما مزياناش وقلتي ليه لا هذه المره الجايه غادي يضرب الحساب قبل ما يطلبها منك، وغادي يعرف راسو هادوك الحوايج اللي ما كيصلحوش راه عمره ما يقدر ياخذ منك ديك الحاجه ديالك باش انهم يقضيهم بها. شوف راه ملي كنقول لك شي حاجه ديالك راه حتى الوقت ديالك، حتى لي زانفورماسيون ديالك، لي كونيسونس ديالك، الا انت ضربتي التماره وتعلمتي شي حاجه ما تجيش غير هكذاك وتبدا تبرول وتقولها لاي واحد وتبدا تبارطاجي هذيك الانفورماسيون مع الناس اللي يصلح واللي ما يصلحش. المعلومات ديالك اللي انت ضربتي عليها تماره كتسوى ثمن، عندها قيمه، حيت انت ضربتي عليها تماره ومجهود ووقت وممكن فلوس وليالي ما نعستيهاش ودموع ضرفتيها. علاش غادي تجيو غير تعطي المعلومه بحال هكاك؟ علاش؟ حيت انت باغي تبين باللي انت راك انسان اللي ظريف اللي مزيان اللي الناس فيهم يثقوا فيه وكذا وكذا. نو، ما كيثيقوش فيك هما هذيك الساعه، ما كيحترموكش، ما كيعطيوش ليك والحاجه ديالك القيمه اللي كتستاهل. كيوليو يقولوا ماشي مشكل وقت ما بغينا عادي حتى ما يتقلقش من نيتك. الانسان في الطبيعه ديالو عزيز عليه انه يبقى ديما يتيستي الباوندريز ديال الاخرين، انه يجرب الحدود ديال الانسان الاخر، انه انت اليوم تقدر تقول لا ولكن ممكن غدا تقول كيف هو كيخليك ينسيك الانسان بلا ما كيحس. راه كاين الناس اللي ما كيديروهاش عن قصد وحيت هما باغيين يديروها وحيت هما باغيين يضروك، راه كيديروها غير حيت هما ils sont curieux ils sont comme ça c'est notre nature. غدا غادي يعاود يجربها، الا ما كانش غدا غادي يتسنى لك واحد الاسبوع واحد الشهر وغادي يعاود يسولك وغادي يعاود يطلبك على حاجه.
ما كيبقى عليك انت انك انت اللي خاصك تحمي راسك، انت اللي خاصك توريه لا هذه الباوندريز ديالي وما غاديش تبدل. ثالث حاجه اللي مهمه باش الناس يحترموك وباش ان الناس ياخذوك دون فاصون كو توا tu es charismatique. ثالث حاجه اللي كتخلي الناس يشوفوك كاريزماتيك هي انك ملي كتوقع شي حاجه، مثلا عيط لك شي واحد من صحابك ما جاوبتيش في هذيك اللحظه، كنت انت مشغول ولا شي حاجه، ومن بعد ملي شفتي لابيل عاودتي عيطتي ليه، انك ما كتبقاش تعطيه في هذيك اللحظه دي زيكسكوز، ما كتبقاش تعطيه الاعذار علاش انت درتي الحاجه ولا علاش انت ما درتيش الحاجه. ماشي الو السلام عليكم عيطتي ليا سمح لي راني كنت مشغول مع هادي وكان خاصني ندير هادي وهذا راه ما وصلتش نجاوبك في هذيك اللحظه كذا كذا شنو بغيتي. نو انك في هذيك اللحظه كتقول الو السلام عليكم شفتك بلي عيطتي ليا ياك لاباس محتاجني في شي حاجه بوا، ما يحتاج تعطيه دي زيكسكوز لانه انت في هذيك اللحظه الا ما جاوبتيش راك انت كنتي مشغول وداكشي اللي كنتي كدير الا في لا بريوريتي في هذيك اللحظه. you don't need to give excuses. ما تبقاش تعطي الاعذار على اي حاجه. انسان طلبك على مساعده ما تبقاش تعطيه الاعذار حيت انت ما تقدرش تساعده حيت انت غادي تقول ليه لا، خاصك تبقى تعطيه الاعذار. نو عبر الكلمات ديالك، شوازي تي مو، قلل من لي مو ديالك، ما تعطيش لي زيكسكوز لشي واحد، لانه انت ملي كتبدا تعطيهم في لي زيكسكوز الانسان كيبدا يحس براسو في هذيك اللحظه انه هو فوق منك وانت تحت منه. في هذيك اللحظه انت كتهزو لهذاك المستوى اللي كتخليه هو كيبدا يحس براسو وكيبدا يقول لك وعلاش وهذا وانا وكان خاصك وهذا وانا خليتيني نتسنى، ويبدا يحملك انت الذنب على الحاجه اللي انت ما درتيهاش حيت انت سيتي با تا بريوريتي باسكو كان عندك شي حاجه اللي اهم منها في ديك اللحظه. ما تعطيش اعذار غير لازمه. نو جوج كلمات، جدي في هذاك لو مومون اوكوبي، كان عندي شي حاجه بريفي كان خاصني نديرها. انت نهار غادي تبدا هاد الاخطاء هادو بثلاثه اللي في حياتك اللي كيخليوك ان الكاريزما ديالك كطيح، نهار غادي تصححهم غادي تبدا تحس كيفاش الناس بداو كيعطيوك قيمه، كيفاش الناس بداو كيضربوا لك الحساب، كيفاش الناس ولاو كيشوفوك ميستيريو وهما ولاو كيتانتريساو بيك وهما باغيين يعرفوك اكثر. الناس كنقاسموا لهذيك في هذيك اللحظه لجوج، انسان اللي غادي يسمع هاد الحاجه وغادي يشوف هاد الحاجه منك وغادي يتقبلها ويأكسبتيها وغادي يدير بها ويبغي يكون معاك في حياتك وتكونوا امي كوليغ فامي ما كيهمش، يكون معاك في حياتك ويحترم الحدود ديالك ولا برانسيب ديالك وغادي يبقى معاك. وكاين الانسان الثاني اللي ما غاديش يعجبو الحال، هذاك الانسان هو اللي باغي غير يسيطر، هذاك الانسان هو اللي ما باغيش يتقبل انه انت عندك حدود لان هذاك الشيء ما نافعوش، غادي يبدا يقلب على المشاكل. هذاك الانسان ملي يبدا يقلب على المشاكل ما تبداش تجابد معاه، ما تبداش تلعب معاه اللعبه ديالو هو، لانه كيديرها بالعاني باش يخليك تدوي اكثر، باش يخليك دير اخطاء. هذاك الانسان ملي يبدا يلعب معاك لي جو كتكمل انت على داكشي اللي بديتي، كلامك قليل، توي كالم، كتكالمي راسك، ما كتجاوبوش على قد كلامو، كتينيوريه، كتخليه هو في الصمت ديالك انت كيرفليكتي. الانسان ملي كيبغي يعصبك، ملي كيبغي يخرجك على الكاريزما ديالك، كيبدا يقول لك كلام اللي يضرك. هذاك الانسان ما تجيش وتجاوبو على الهضره اللي كيقول، اعطيه الصمت، شوف ليه في عينيه واعطيه الصمت. هو في هذيك اللحظه غادي يفكر اش هادشي اللي قلت، الهضره اللي قالها غادي يسمعها، الوغ كو الا انت جاوبتيه ما كيبقاش يسمع هو شنو قال، كيولي يسمع غير انت شنو قلتي. اعطيه الصمت وخليه يسمع راسو شنو قال ويغفليكتي شنو هو قال، واش داكشي صحيح ولا ما صحيحش، وهو بنفسه يا اما غادي يخرج راسو من حياتك او لا غادي يفهم الخطا ديالو غادي يعتذر وما غاديش يعاودها. كنت كيف في هذه القضيه حافظ على لو كالم ديالك فين ما كنتي وما كيهمش السيتوياسيون اللي كانت، حافظ على لو كالم ديالك. هذا ما كان، ميرسي حيت تفرجتوا في هذا الفيديو اسو بوين لا، جيسبر نكون جبت لكم واحد المنفعه، جيسبر انك تكون خلال هذا الفيديو فكرتي في انت في حياتك شنو كدير اللي ممكن يكون زعزع الكاريزما ديالك، اللي يخلي ان الناس ما كيحترموكش واخا انت باغي تعاونهم واخا انت طيب في قلبك. عاود لينا شويه على لي زيكسبيريونس ديالك انت مع الكاريزما ديالك، مع هاد ثلاثه النقط اللي انا دويت عليهم، الا حتى انت دزتي منهم في حياتك وشي حاجه اللي فريمون اثرت عليك كتبها لينا. الا انت حليتي المشكل وتوا رجعتي الكاريزما ديالك
اكتب لينا كيفاش درتيها. الا انت باقي كتعاني منها قول لنا شنو هما الحوايج اللي مازال كتعاني منهم، وان شاء الله نعاونوا بعضياتنا في لي كومونتير. ولا لازم ندير فيديو واحد اخرى اللي نشرح فيها اكثر على هذوك الحوايج اللي ممكن نتوما يقدروا يعاونوكم في الحالات اللي نتوما فيهم. À ce point là je vous dis à la prochaine, bye bye.